فيلمنا النهاردة بيبدأ ببداية مباراة الملاكمة التايلاندية، والخصم كان عضلاته قوية جدا ومشدودة، وشياو شواي خرج الحبل الأبيض القديم وقعد يعمل حركات خيالية برجله ويستفز في الخصم. وكان شياو شواي ضابط خاص، وكانوا رايحين لقعدة إرهابية عشان ينقذوا أسير هناك. وقبل ما يروحوا جين جاتله، وبعدها طلعت طيارة وهو بيشاور لها باب الطيارة قفل عليه، وكان معاه سكينة شبه الخنجر وممكن انها تكون عصاية، وقعد يتكلم هو وصاحبه. ولما هبطوا بالمظلات الحبل اتعلق بيه، واستخدم السكينة منشار كهربائي، وبعدها وقع واصحابه لحقوه. فظهر لهم في الغابة تعبان، قال لهم ما يخافوش منهم، وتعامل معاه شياو شواي، وقام لف على الشجرة وجري بسرعة. لما شاف حد موجود وراح شال الغطا اللي على وشها، لقاها بنت قالت له انها لسه في استقبالهم. وبعدها خدتهم على النهر اللي قصاد معسكر الاعتقال، وركبوا مركب وشياو شواي عمل فتحة فيها بالغلط، ولما طلعت مية سدها برجله، واكتشف ان العدو هجم عليهم. لما العدو هجم عليهم يا صديقي، فجأة ظهروا بانهم صيادين، بس زعيمهم كان شاكك فيهم. وفي الوقت ده خافت هاي لانهم اصطادوا تعبان البحر، ورئيسهم كان شاكك ان الصيادين دول وراهم حاجة. وبعد ما لف ومشي، دخلت هاي الحمام وكشفت لهم انها بنت. ووقتها رئيسهم قال لهم انهم يبدأوا في الهجوم عليهم، وقعدوا يضربوا في بعض بالرصاص. وبعد كده شياو شواي قال لهم يبعدوا ويسيبهم هو لوحده اللي هيتعامل، علشان طبعا هو بطل الفيلم. وبعدها رمى عليهم قنبلة وانتهت الحرب اللي ما بينهم. وبعدها هجموا اصحابه على الشط، ونزل عليهم شياو شواي براسه في الارض. واكتشفت هاي انه متعور، فربطت له الجرح بعد ما قطعت حتة قماش من هدومها. فشاور لها زميله هو كمان على بنطلونه انه اتصاب، فادته قماشها هو كمان يربط بيها الجرح. وبعد كده جريوا على المعسكر اللي فيه الاسرى وبدأوا يضربوا عليهم. وكان في واحد منهم شياو شواي حاول كذا مرة انه يسيبه، بس كان بيهرب منه. وبعدها جاب القوس والسهم وديك وبدأ يصوب عليه. قعد يصوب السهم والقوس بالديك على الحارس لحد ما اتصاب. وبعدها هاي رمت عليهم الحجارة، وشياو شواي كان عاوز يجيب المفتاح، فاستغل ان الحارس رايح في النوم وسحب منه المفتاح واداه للأسير وفتح وخرج. بس حس بيه وهو بيضربه، خبط في زرار الانذار، وبدأت قوات العدو تتحرك جري. الراجل خرج بره، وبدأ شياو شواي ينقذ رهاين تانيين، وبص على الخريطة وشاف مكان العدو على بعد خطوتين، فراح ليه وبدأ يضربوا على بعض النار. وبعدها آسان قال لشياو شواي يسيب سلاحه ويديله ظهره، واستغل الفرصة وشد منه المسدس من ايد إيسان. وبعدها بدأوا يضربوا بعض بالسيوف، بس سيف شياو شواي اتكسر من الشمعة ونزلوا في الدور اللي تحت، وقدر يخلص عليه وأنقذ جوز هاي اللي قبل كده. وبعدها كان عاوز ياخد ليهم صورة، بس وقع من فوق الجبل، وأراد شياو شواي الزواج على هاي. وبس كده فيلمنا خلص النهاردة، وأتمنى إن هو يكون عجبك.